السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض في الفيديو العيش البلدي او عيش الافران والمخابز. ان شاء الله هنعمله في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان طريقة تسوية ان شاء الله هتنجز معاكي تسوي اكبر كمية من العيش في وقت قليل. هقولك على نوعية الدقيق اللي أنا استخدمتها، وكمان كل كيلو دقيق هياخد قد إيه مية. هقولك على كل التفاصيل اللي هتخلي معاكي العيش ناجح، وكمان ينفخ معاكي أو ينفش معاكي كده. وإن شاء الله الطريقة سهلة وبسيطة، وزي ما انتم شايفين أهو طالع عيش جميل جدا، حاجة كده تحفة بجد، والريحة والطعم أحلى من بتاع الأفران بكتير. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ونبدأ بالمقادير. أول حاجة عندي كوباية من المية الدافية، عليها معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر. هسيب لك فيه في صندوق الوصف كل المقادير أو المكونات بالكوباية والجرام، أو بالمعلقة والجرام كمان. عندي هنا طبعا كيلو من الدقيق، خدت منه حوالي 4 معالق كده من الدقيق علشان اعمل خميرة. يبقى عملنا الخميرة ازاي؟ جبنا كوباية من المية الدافية اللي هي 250 ملي، عليها معلقة كبيرة من الخميرة حوالي 10 جرام، و 12 جرام او 15 جرام من السكر، يعني معلقة كبيرة. تمام، عجناهم مع بعض عادي كده بمعلقة او بايدك باي حاجة، او بالمضرب اليدوي. وهنغطيهم لمدة 10 دقايق لغاية ما اعمل الخميرة زي ما انتم شايفين كده. لو ما خمرتش معانا يبقى الخميرة بتاعتنا مش كويسة، ومش هنكمل الوصفة لغاية ما نجيب خميرة كويسة، عشان ما يطلعش العيش معاكي مش حلو. تاني حاجة بعد كده ضفت بقية كمية الدقيق اللي هو بقية كيلو الدقيق اللي انا خدت منه 4 معالق، عليهم معلقة صغيرة من الملح، وكمان كوباية من المية الدافية. وجبت كمان جنبي كوباية من المية الدافية، واللي هي 3 كوباية من المية. تمام، لازم يا جماعة المية تكون دافية، يعني وأكتر شوية من إنها دافية علشان إحنا في الشتاء. فلازم تكون المية دافية وما تكونش سخنة قوي علشان ما تموتش الخميرة معايا، وما تكونش باردة من الحنفية علشان الخميرة تخمر. تمام، انا استخدمت الدقيق البلدي. الدقيق البلدي عايزه اقول لكم ممتاز جدا في العيش. شوفيه عند العطار، قولي له انا عاوزه دقيق بلدي، او لو ما فهمش يعني ايه دقيق بلدي قول له انا عاوزه دقيق بلدي ينفع للعيش، او دقيق ينفع للعيش يكون سهل الفرد. تمام، هو يبقى فاهم ويبقى مكتوب على الشكارة اللي هي عنده ان هو مثلا بتاع معجنات او بتاع فطاير، بيبقى بتاع العيش والفطاير واحد. تمام، انا جبت هنا نص كوباية من المية علشان اشوف هياخد مني قد ايه. احنا متعودين ان نوعية الدقيق اللي دايما بنستخدمها بعيد عن الدقيق البلدي اللي هو الدقيق الابيض، كل كيلو دقيق بياخد 3 كوبايات من المية الدافية. تمام، المرة دي الدقيق البلدي احنا بيختلف عندنا انواع الدقيق البلدي. يعني في دقيق يقول لك الغلة بتاعته شتوية، الغلة بتاعته صيفي، فده بيختلف. يعني في دقيق مثلا بيشرب مية، في دقيق ما بيشربش مية كتير او ما بياخدش مية كتير. ده كله الحاجات دي احنا بنبقى عارفينها في نوعية الغلة. فنوعية الغلة اللي احنا عاملينها لأن الدقيق البلدي ده احنا عاملينه في البيت، بيبقى عندنا مثلا الغلة أو المحصول، واحنا بإيه بنطحنه، بنوديه المطحن، وبنبقى عارفين نوعية الغلة إذا كانت شتوية أو صيفية، أو بتاخد مية كتير أو بتاخد مية أقل. تمام، في كمان نوعية الغلة بتبقى نوعية غلة حمراء وغلة بيضة، بيقولوا عليها كده يعني مسميات للغلال أو للحبوب. بس كده. طبعا الدقيق البلدي بتبقى الردة بتاعته فاتحة، وبتبقى ناعمة وخفيفة. تمام، ليه؟ علشان ما بيبقاش فيها نسبة دقيق كبيرة. عندي هنا طبعا لو عندك فرادة أو عندك النشابة دي، أو عندك النشابة دي، كله ينفع، أي حاجة عندك تنفع. لو ما عندكيش من ده كله أي حاجة زي ما قلنا قبل كده، ممكن نستخدم يد مكنسة تكون نظيفة، يعني احنا جايبينها أو شاريينها علشان نعمل بيها حاجتنا في البيت، يعني للمطبخ. تمام، يعني مش مشكلة، فاحنا نتصرف يعني يا جماعة. بس جبت معلقة من الزيت وخليت، يعني سيبنا العجينة تخمر حوالي من ساعة إلا ربع لساعة.
تمام، علشان احنا في الشتاء فبتاخد وقت كبير شوية. بس كده اهو. هتقطعي العيش على حسب الكمية اللي انت عاوزاها، وكمان على حسب حجم الرغيف اللي انت عاوزاه. انا قطعته كبير شوية، وقطع معايا حوالي 15 رغيف او اكتر، او 17 تقريبا، 17 رغيف. فانت ممكن توصليه ل20 وكمان 25. شايفين اهو. بجد عاوزة اقول لكم العيش بالدقيق البلدي حاجة تحفة. ولو ما فيش دقيق بلدي طبعا هنعمل عيش، مفيش مشكلة. تمام. اي دقيق قلتلك عند العطار تقولي له. طبعا على بال احنا بنسيبهم يستريحوا شوية هنكون ايه جهزنا المكان. طبعا اللي بعد العيش ما نفرده هنحط عليه على فوطة وهنغطيه بفوطة. تمام. انا استخدمت الفرادة اهو. هتحط الردة من تحت، واستخدمت كمان معلقة زيت يا جماعة قطعت بيها العيش بس مش اكتر، علشان ما يلزقش في ايدي. بتبقى العجينة بتاعتك ناعمة او طرية، وفي نفس الوقت مش ملزقة قوي. تمام. يبقى الدقيق البلدي او حسب نوعية الدقيق بياخد من 3 كوبايات ل3 كوبايات ونص من المية كل كيلو دقيق. معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح. بس كده. وهتفرديه وبعد كده تحطيه على الفوطة وتغطيه. طيب احنا دلوقتي عاوزينه في الفرن او لما يتعرض للحرارة ينفخ معانا. هنعمل ايه؟ اول حاجة واهم حاجة انه نسيب العيش بعد الفرد يعني مدة كافية للراحة. احنا مش هنسيبه يخمر. تمام. احنا مش هنخمره غير مرة واحدة بس، لكن احنا كده هنسيبه. يعني انا على بال ما فردت كل الكمية هبدأ أخبز مباشرة. هيكون عدى حوالي ربع ساعة لتلت ساعة على أول رغيف. أنا جبت دلوقتي أهو صاجة الفرن اللي في النص هقلبها. تمام. شايفين دي أول حاجة أهي. هنقلبها ونقربها أكتر من الشواية. عاوز أقول لكم إن الفرن بتاعتي فيها مشكلة بسيطة، وهي النار بتاعتها يعني مش حامية. يعني أنا حاولت أحل المشكلة دي في الفرن بتاعتي لكن مفيش فايدة. لكن انت إن شاء الله فرنك هتطلع حامية وحلوة وتوزيع الحرارة فيها حلو، فهينفخ معاكي كل العيش. شايفين يعني أنا عندي الحرارة متركزة في النص كده. الرغيف اللي في النص أهو نفخ، والرغيفين اللي من ناحيتين يعني نصهم نفخ اللي هو جاي من ناحية الحرارة. فانت حاولي تكون الحرارة عالية من تحت، لو مش يعني لو بطيئة زي فرني، لكن مفروض ان هي الحرارة تكون هادية من تحت وكمان عالية قوي من فوق. تمام. احنا عاوزينه يلون. هو بيبقى السمك بتاعه مش تخين قوي ولا رفيع قوي، يعني برضو مش هياخد يعني دقايق في الفرن، ثواني معدودة هتلاقيه ما شاء الله. شايفين هو اهو ده اول حاجة اللي في النص ده ونفخ. وهم دول طبعا وديتهم مكان اللي نفخ اللي في النص فنفخوا برضو عادي. يعني دي مشكلة في الفرن مش مشكلة في العجينة خالص. لو المشكلة في العجينة ما كانش ينفخ اي رغيف. شايفين اهو لما حطيته في النص. وكمان ايه قلت هنزل الصاج من تحت واحط كده ياخد لون من فوق، يعني ياخد وش كده وبس، ومن تحت احط كده ينفخ الرغيف واقربه بس من النار من فوق. تمام. انت طبعا فرنك هتكون سخنة وحلوة، فانت ايه هينفخ معاكي من غير ما تطلعي وتنزلي ان شاء الله بإذن الله. شايفين اهو بينفخ ازاي معايا، بجد تحفة قوي. والريحة عاوزة اقول لكم الريحة ملت الشقة خير، والريحة يعني جميلة قوي. شايفين بس انا اللي فوق ده قربته من الشواية قوي في النص فلسع مني. بس كده اهو. وهحطه من فوق هتلاقيه نفخ تاني واخد اللون على طول، مش هياخد معاكي ثواني. يعني من تحت مفيش دقيقة ومن فوق مش هياخد معاكي ثواني، هتلاقيه كله لون واخد اللون الجميل. وريحته بقى وطعمه حكاية بجد. الطريقة مظبوطة قوي والمقادير مظبوطة، وهسيب لكم طبعا المقادير في الصندوق الوصف بالمعلقة وبالجرام وبالكوباية.
علشان تطلعي وصفة إن شاء الله مظبوطة 100%. وعيش هاتي دقيقك في البيت واخبزي في البيت على نظافة، إن شاء الله هيعجبك قوي وهتبقي مبسوطة وانت بتعملي الحاجة في البيت. وعيش في البيت معاكي الكيلو دقيق بيعمل معاكي كمية كبيرة من العيش، أكتر من اللي انت بتشتريها من بره وأوفر بكتير. تمام أهو زي ما انت شايفة كده بصراحة يعني خاصة خبز العيش في البيت بيبقى حاجة كده يعني قمة الانبساط والفرحة. يعني أنا أكتر حاجة بحب أعملها خبز العيش، وإن شاء الله هعمل لكم حلقة للعيش الشمسي. للي بيحبوا العيش الشمسي يا ريت تقولوا لي بقى في الكومنتات عشان أنا مجهزاها وهنزلها قريب إن شاء الله. عملنا العيش الشمسي في البيت حاجة كده تحفة. ويلا لو أول مرة تشوفوني بقى ما تنسوش اللايك الجميل من إيدكم الحلوة. يعني شجعوني وقولوا لي كلمة طيبة، أنا بحب الكلام الطيب قوي. طبعا وانا بحبكم جدا انتوا الناس طبعا اللي بتحبوني طالما مشتركين في القناة، وعلى راسي من فوق. ولو اول مرة بقى تشوفوني يلا نوروني وابقى مبسوطة قوي من وجودكم معايا في القناة. وان شاء الله هنقدم الوصفات بتكون مظبوطة 100%، مش هقول او هطلع وصفة من غير ما اكون متأكدة ان هي ناجحة 100%. وطبعا انا اسفة على الرغي الكتير، بس حبيت اشرح لكم كل تكات او تفاصيل العيش علشان يطلع معاكي مظبوط. بس كده زي ما انتم شايفين اهو، بس خلصنا ده اخر رغيف. يلا بقى هنشوف هنفتحه ازاي. شايفين بجد والله الطعم والريحة يا جماعة حاجة كده تجنن. شايفين؟ ايه رأيكم بقى؟ عيش والله تحفة قوي قوي قوي، احلى من بتاع بره بكتير، طعمه يجنن. انا الولاد عندي قالوا لي يا ماما مش هنشتري عيش تاني من بره، احنا خلاص تعملي لنا عيش من الجميل ده جوه البيت. كفاية الريحة يا جماعة، تحسي ان ريحة البيت كلها خير. اهو بيتفتح معاكي عادي، تعمليه سندوتشات تاكلي بيه اي حاجة. تمام ما شاء الله بجد حاجة كده اللهم بارك، تحفة تحفة قوي. شايفين كل العيش ما شاء الله بيفتح معايا مفيش اي مشكلة. كان هاين عليا ان انا افتح لكم كل العيش، بس هو فتحت لكم منه عينة، لكن هو بجد حاجة كده تحفة. تمام اهو كفيل بانه يعني العيش ناجح 100%. ايه رأيكم بقى؟ يستاهل لايك ولا لأ؟ بس كده اهو بأكد لكم على العيش اهو بفتحه كله، بجد حاجة كده تحفة. اهو كمان هفتح لكم تاني. ده تقريبا اول رغيف يا جماعة، فاكرين اول رغيف اللي كان في النص اللي نفخ اول واحد؟ هو ده. يا رب تكون الوصفات اللي بقدمها والمحتوى يكون مفيد ليكم، واتمنى اكون مش مزعجة او مضايقة حد. وشكرا ليكم جميعا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.